لسانكم معطر بذكر الله وبالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل كعك الحليب التركي أو الكعك التركي أو كعك السمسم، له أكتر من مسمى. المهم طريقته سهلة وبسيطة وطعمه حلو جدا جدا مع الشاي، مع حتة جبنة كده، بجد والله وهم. على بركة الله هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة والمقادير. اول حاجه بجيب بوله تكون ناشفه كده وهنزل فيها بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه، لو عندك اكياس هيبقى كيس، وهنحط كمان عليهم معلقتين من السكر. بعد كده هننزل بكوبايه لبن حليب دافي، لازم يكون دافي علشان افعل الخميره. وهبدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبالمعلقة كده أدوب الخميرة والسكر والحليب الدافي مع بعض بالشكل ده، علشان الخميرة تبدأ تصحصح كده وتتغذى على السكر وتفوق وتتفاعل. هننزل دلوقتي بربع كوباية من الزيت، زيت يكون نضيف، لا له ريحة ولا لون ولا طعم. بنفس الكوباية اللي عيرت بيها اللبن هي اللي عيرت بيها الزيت. هدوب تاني برضو الكلام ده كله مع بعضه كده شوية بشوية. هنا بقى هنزل بكوبايتين من الدقيق الاول، يعني هتنزلي بكوبايتين وبعدين على حسب بقى ما هتلاقي العجينه محتاجه معاكي تنزلي شويه بشويه. ممكن تحتاج معاكي 3 كوبايات، 3 ونص، 4، على حسب برضو نوع الدقيق. هبدأ كده بايدي بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل شويه الدقيق كمان كده ومعاهم رشه صغيره من الملح، وهبدا اعجن بايدي بالشكل دوت لحد ما اشوف العجينه محتاجه معايا ولا لا. في المرحله دي تشطفي ايدك وترجعي تعجني عشان تتاكدي، ما تحطيش دقيق عمال على بطال عشان ما تعضمش معاكي. انا لقيتها فيها تلزيقه بسيطه، هو كده المطلوب. قعدت اعجن فيها لمده 10 دقايق لحد ما بقت معايا لينه وناعمه زي ما انتم شايفين كده. هحطها في البوله وهسيبها دلوقتي حوالي ربع ساعه نص ساعه علشان تخمر وتضاعف حجمها. بعد ما عدى عليها حوالي تلت ساعة أو نص ساعة تقريبا، يعني العجينة معاكي ما شاء الله. شايفين المطة دي عشان اتعجنت كويس جدا جدا واتخدمت كويس قوي. نيجي بقى على الرخامة بتاعتنا ونبدأ نرش رشة بسيطة كده من الدقيق علشان نقدر نفرد عليها ونقطع عليها العجين بتاعنا. لاحظوا ان العجينة طرية شوية. هبدأ أعمل كور كده بحجم اللي هو البرتقال اللي هو الصغنن ده أو الليمونة الكبيرة، الحجم اللي يعجبك، يعني أنا حباها وسط. فحطيتها زي ما انتم شايفين كده، سبتها 10 دقايق وهي كورة. وبعد كده بدأنا نبططها. معايا هنا البلبلة دي بتاعة القمع، أي حاجة عندك مدورة بتضريها في الدقيق وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأي كده تعملي خرام في النص. عايزة تخلي الدايرة اللي في النص دي أصغر من كده شوية على حسب الحاجة اللي موجودة عندك، مفيش أي مشكلة، بس طبعا المتوفر عندي هي البلبلة دي. طب ما عنديش بلبلة، ممكن تستخدمي غطا إزازة، اللي هي غطا الإزازة الحاجة الساقعة دي، برضو تبدريها وتعمليها بالشكل ده. الشكل دلوقتي أقرب إلى حد ما للدونات، لكن لما يخمر شوية ويتغرق في السمسم يبقى شكله سميد جامد يعني. كملت كل الكمية بالشكل ده، هركنها على جنب ونيجي نعمل المحلول اللي هنسقي فيه الكعك بتاعنا. هحط كده حوالي معلقتين كبار مليانين من العسل الاسود. طب انا ما عنديش عسل اسود، عادي مفيش مشكلة. 4 معالق من السكر على كوباية مية وتدوبيهم مع بعض. هنا حطينا زي ما قلنا معلقتين كبار من العسل الاسود، هنزل عليهم بكوبايه ميه من الحنفيه عادي. فانا هاخدهم كده في برطمان هربهم مع بعض علشان يدوبوا اكتر. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم نزلت بيهم في حاجه اوسع شويه عشان اقدر اتحكم في الكعك وانا بسقيه. هجيب طبق واسع وهنزل فيه بالسمسم، والسمسم ده اللي هي طبقة التغليف اللي انا هغلف بيها الكعك بتاعنا. السمسم بتاعي مش متحمص، انا السمسم اللي عندي غامق لانه بلدي فلاحي يعني. هنجيب كده اول واحدة بسم الله الرحمن الرحيم ونغطسها في محلول العسل والمية اللي احنا عملناه بالشكل ده. بغرقها كلها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله هشيلها بقى واصفيها من المية والعسل وهنزل بيها في السمسم. وطبعا ايدك لو هتستخدمي ايديك الاتنين يبقى ايد للحاجة المبلولة وايد للحاجة الناشفة. فانا هنا ايدي طبعا الناشفة دي هبدأ اغلف الكعك بتاعي بالسمسم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من كل جهة. عايزة اقول لكم طعمه حكاية بجد، السمسم مديله نكهة خرافية. هتحسي انك بتاكلي حاجة جايباها من الفرن مش انتي اللي عاملاها في البيت. ده شكلها كده بالشكل ده. الصينية بتاعتي تكون مدهونة بالزيت، لازم تكون الصينية بتاعتك مدهونة كويس بالزيت. وتبدأي ترصي كده بقى الكعك بتاعك بالشكل ده. نعمل كمان واحدة نغطسها في محلول المية والعسل بالشكل دوت. وزي ما قلنا لو ما عنديش عسل اسود يبقى 3 معالق او 4 معالق كبار من السكر
وتدوبيهم في كوبايه ميه وتستخدميهم كمحلول زي بتاع العسل كده، مفيش اي مشكله. رصيت كده الكعك جنب بعضه، بس طبعا بتسيبي مسافه بين كل واحده والتانيه وتغطيهم علشان تسيبيهم يرتاحوا حوالي ربع ساعه كده، هيخمروا ويعلوا وتبقى هشه من جوه اكتر. الفرن بتاعي مسخن مسبقا على درجه حراره 200، يعني سخنته جدا جدا جدا، وبعد كده ظبطت درجه الحراره بتاعتي 210 دقائق، وبعد كده رجعته ل 180 عشان تستوي وتحمر كويس جدا براحتها من فوق ومن تحت. بتدخل الفرن بتقعد قد ايه؟ حوالي تلت ساعه، نص ساعه، 25 دقيقه على حسب. يعني تبصي كده تشوفيها هتلاقي القعر بتاعها احمر والجوانب بدات تحمر، خلاص اطفي من تحت وشغلي الشوايه يا دوب تاخد لون، مش اكتر من كده. بتخرج من الفرن شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله زي العسل. هغطيها بس لمده 10 دقائق علشان ما تنشفش. هي بتبقى طالعه من الفرن البخار بتاعها كله خارج، فانا عايزه اهديها فبغطيها، فبترد ليها البخار، بتبدا تبقى معاكي طريه وجميله جدا جدا جدا. يبقى دي حركه مهمه، اي مخبوزات عايزاها تبقى طريه معاكي خرجيها من الفرن وتغطيها بفوطه مطبخ نظيفه. بصوا ما شاء الله التسويه ممتازه ممتازه ممتازه. عايزه اقول لكم ريحتها الله اكبر اللهم بارك، حلوه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما قلت لكم في الاول تحسوا انها شبه الدونت شويه، لكن لما بتخمر وتتغلف بالسمسم بصوا شكلها بيبقى حلو جدا، شكلها جميل قوي، اموره قوي قوي بجد. الصاج التاني اللي انا طلعته اهو، برضو مغطياه بالفوطه علشان احافظ على الطراوه بتاعته. ده شكله ما شاء الله، الكميه محترمه. الكور اللي طلعت معايا من الدواير اللي احنا عاملينها دي، انا عملتها زي عنقود عنب كده، البنات فرحوا بيه قوي وشكله حلو جدا. وبعد ما حطيته بالشكل ده دهنته بفرشه من الميه اللي فيها العسل دي، ورشيت على وشه سمسم. بصوا شكل السميد عامل ازاي بجد يا جماعه، تحفه. وهفتح لكم واحده دلوقتي هتشوفوها من جوه كمان حلوه جدا بجد، رهيبه رهيبه رهيبه. نصيحه لوجه الله جربوها، اقتصاديه قوي وبتعمل لك كميه حلوه، تنفع للفطار، تنفع سناك، تنفع تاخديها معاكي في اي مشوار، تنفع حتى كمان لو عملتي منها كميه كويسه كده وجبتي علبه شيك وحطيتيها تاخديها معاكي هديه قيمه ما شاء الله، حلوه قوي. انا عن تجربه، انا لما كلتها بالجبنه اللي هي الجبنه العلب اللي بتيجي من السوبر ماركت دي، كلتها بالجبنه طعمها حكايه والله، كانك قاعده على الكورنيش وبتاكلي سميد من الراجل اللي بيعدي عليه كده بحته جبنه. اسلقي جنبها بيض وكليه، غطسيها في شاي وكليها، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الله اكبر. من جوه بصوا عامله ازاي، حلوه جدا 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 جدا، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طعمها رائع بجد، مع طبعا القرمشه والتحميصه بتاعت السمسم مديها نكهه ومذاق رائع في بقك بجد، هتعجبك جدا. لا ناشفه ولا طريه، هي حاجه كده في النص ممتازه. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، اتمنى من رب العالمين ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش وقتها اللايك والاشتراك وتفعيل علامه الجرس اللي موجوده جنب كلمه اشتراك، تعملوها تشغيل الكل عشان كل حاجه جديده بنعملها توصلكم بامر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.